لما نتكلم عن ميسي ورونالدو احنا بنتكلم عن تاريخ، عن فكرتين في كرة القدم. هذول اللاعبين اللي سجلوا اكثر من 1800 هدف بمجموع اهدافهم معا واكثر من 700 اسيست. احنا بنتكلم عن لاعبين سيطروا على كرة القدم لاكثر من 15 سنة من جوائز فردية وبطولات. اليوم جمعنا افضل موسم من كريستيانو رونالدو وافضل موسم لليونيل ميسي، وضعناهم وجه لوجه لنرى من سيخرج كصاحب اعظم موسم فردي في تاريخ كرة القدم. هل سيكون رونالدو بموسم 2008 ام ميسي بموسم 2012؟ هذا الفيديو ستكون المقارنة شاملة من ناحية الأرقام والبطولات والجوائز الفردية لكل لاعب في موسمه الذهبي. خلونا نبدأ برونالدو نسخة 2008. نسخة رونالدو 2008 ما كانت استثنائية، بل كانت انفجار كروي لكريستيانو. في هذا الموسم رونالدو كان من أسرع اللاعبين ومن أقوى بمواصفات اللاعب المتكامل. رونالدو في هذا الموسم لعب 49 مباراة، سجل فيها 42 هدف وصنع 10 بمجموع 52 مساهمة هدفية من لاعب مهاري ومراوغ ليس مهاجم صريح. وفي الدوري الإنجليزي أقوى وأقصى دوري بالعالم لعب 43 مباراة وسجل 31 هدف وصنع 6 أهداف بمجموع 37 مساهمة هدفية في 34 مباراة. لم يكتفي رونالدو بالدوري الإنجليزي فقط، في دوري أبطال أوروبا سجل رونالدو 8 أهداف وصنع هدف في 11 مباراة. وسجل رونالدو في كأس الاتحاد الإنجليزي 3 أهداف. من ناحية الألقاب فاز رونالدو ب3 ألقاب جماعية، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدرع الخيرية. وفي الجوائز الفردية رونالدو فاز ب 16 جائزة فردية، من أبرزها الكرة الذهبية بعد نهاية الموسم، والهداء الذهبي الأوروبي، وهداف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أفضل لاعب في السنة من الفيفا، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. بعد كل هالأرقام وبعد كل هالجوائز وبعد كل هالبطولات يبقى موسم 2008 شاهد ثابت على أعظم نسخة قدمها الدول للعالم. أما ميسي موسم 2012، الموسم اللي كتير ناس بيعتبروه أفضل موسم فردي في تاريخ أي لاعب كرة قدم، أنه سجل 73 هدف وصنع 29 بمجموع 102 هدف وأسيست في 60 مباراة، رقم مجنون لم يتكرر في كرة القدم. يعني حرفيا كل مباراة إما أن يسجل أو يصنع أو الاثنين معا. في الدوري الأسباني ميسي كان لاعب فضائي مش بشري، لعب 35 مباراة وسجل 50 هدف، رقم عالمي وأكثر رقم سجله لاعب في موسم واحد في الدوري الإسباني. ميسي لم يكتفي فقط بالأهداف بل صنع 16 هدف. في دوري أبطال أوروبا ميسي أثبت أنه أيضا بدوري أبطال أوروبا أيضا هداف، حيث تسجل 14 هدف في 13 مباراة، وأيضا صنع 6 أهداف بمجموع 20 مساهمة في 14 مباراة. وسجل ميسي في كأس الملك 3 أهداف، وفي السوبر الإسباني أيضا 3 أهداف. ومن ناحية الألقاب الجماعية فاز ميسي في بطولة واحدة وهي كأس الملك إسبانيا. ومن ناحية الجوائز الفردية فاز ميسي ب6 جوائز فردية، وأبرزها الكرة الذهبية بعد نهاية الموسم، والحذاء الذهبي الأوروبي، وهداف دوري أبطال أوروبا، وأفضل لاعب بالدوري الإسباني. في هذا الموسم ميسي لم يكن لاعب فقط بل كان عقل فريق كامل، كل هجمة تمر من قدمه، كل فرصة تبدأ من لمسته. في النهاية مهما حاولنا نقارن بين الأرقام والأهداف والأسيستات والبطولات والجوائز، لكن اللي لازم نعترف فيه هو أن كل واحد من هذين الأسطورتين قدم أشياء مختلفة للعالم. رونالدو قوة لا يستهان بها، إرادة صلبة وعزيمة لا تنتهي، لاعب قادر على تحويل أي مباراة لصالح فريقه من لمسة واحدة. وأيضا ميسي عقل فريق كامل، صانع الفرح والمتعة لكل من يشاهد كرة القدم. كل تمريرة، كل حركة، كل قرار في الملعب يظهر ذكائه وحنكته. تأثيرهم على كرة القدم سيبقى للأجيال القادمة. رونالدو وميسي ليس مجرد لاعبين، هم أساطير، وكل موسم من مواسمهم، كل لحظة على أرض الملعب، كل هدف أو صناعة هدف هي درس في كرة القدم، ودرس بالإبداع، ودرس بالتفاني، ودرس بالعظمة. كرة القدم كانت وستظل أفضل بوجود هذين الاثنين، وكل من تابعهم يعرف أن كل لحظة منهم على الملعب كانت تستحق المشاهدة. شكرا لك على المشاهدة، ولا تنسى الاشتراك ودعمنا باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.